السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد ووصفة حلوة قوي النهارده هتعجبكم جدا. هنعمل زي فطاير صغيرة كده، ممكن احنا نعملها مسكرة، ممكن لو انت عايز تعمليها موالح ممكن تعمليها موالح برضه وتبقى حلوة قوي معاكي. يعني ممكن تحط عليها بدل السكر ملح وتبقى معاكي جميلة قوي. ممكن تحط عليها مثلا تحشيها مثلا بمثلا اي حاجة انت عايزاها، بجبن بزيتون باي حاجة تبقى حلوة قوي معاكي. هي بصراحة اقتصادية جدا جدا جدا، ومكوناتها موجودة في كل بيت، يعني مكوناتها سهلة خالص خالص خالص. زي ما احنا شايفين مع بعض كده، بصوا عاملة ازاي هشة وجميلة. وهقول لكم كذا طريقه كده ان انتوا ايه تشكلوا بيها الشكل بتاع اللي انتوا شايفينه ده. انه يصلي على الرسول كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدا مع بعض كده ونشوف مقاديرنا في الفيديو. مقاديرنا بسيطه جدا جدا وموجوده في كل بيت يا جماعه، زي ما انتوا شايفين كده المقادير قدامي اهي. معايا دلوقتي زي ما احنا هنشوف مع بعض عندي حوالي نص كوبايه سكر، والسكر ده حسب التحليه بتاعتك انت اللي انت عايزاه. دي كوبايه عصير برتقال كده. ومعايا دي نص كوبايه زيت. ومعايا دي ايه؟ دي بيضه. ومعايا دلوقتي الفانيليا بتاعتي. ومعايا هناخد نص معلقه بيكنج باودر صغيره. ومعايا من كوبايتين ل3 كوبايات من الدقيق، تمام كده. زي ما احنا شايفين مع بعض اهو. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهناخد معانا السكر. بصوا انا الحته دي راحت مني من الفيديو، انا حطيت السكر على البيضه على الزيت في قلب الخلاط وعملتهم كويس جدا معاهم الفانيليا. والخليط ده كله خدته معايا، حطيته على ايه؟ حطيته معايا زي ما احنا شايفين كده في الايه، على الدقيق. طبعا الخليط اللي احنا هنحطه على الدقيق ده، بصوا العجينه بتاعتنا عامله ازاي، يعني لينه خالص حتى بتلزق خالص كده. هنبتدي نحط لها ايه؟ شويه زيت صغيرين خالص كده، معلقه زيت صغيره. ونبتدي نكورها ونسيبها لما ترتاح شويه كده. بصوا زي ما احنا شايفين بقت ما شاء الله جميله جدا. هنبتدي بقى نسيبها بس ترتاح شويه كده، وبعد كده هنبتدي نشتغل فيها. انا حسبتها حوالي نص ساعه كده. بعد كده بقى ايه، بدات ان انا اكورها قطع صغيره خالص كده. زي ما احنا شايفين مع بعض اهو. ممكن بقى في الوقت ده تحشيها اي حاجه، عايز تحشيها تمر حشيها، عايز تحشيها جبن، عايزه اللي انت عايزاه. هي بصوا زي ما انا بقول لكم ان هي عجينه سهله حلوه قوي، ولا بتشقق ولا اي حاجه. طريه جدا وحلوه قوي. بدات بقى ان انا اقطعها حتت صغيره كده واحطها في الايه، واحطها في الصينيه بتاعتي. يا جماعه الصواني الالومنيا حلوه جدا 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 في تسويه الحاجات اللي زي دي. تمام. عندي دلوقتي بقى زي ما احنا شايفين اهو، بصوا جبت شوكه وعملت الشكل ده، او معلقه ممكن وتعملي ايه الشكل اللي انا بوريته لكم ده برده. وعندي برده الشكل اللي هو اللي زي النجمه ده كده. بدات ان انا احطه في كاكاو كده، وبدات ان انا اعمله. بصوا يا جماعه الشكل ده لو مثلا مضايق حد او كده، ان ما خدتش بالي خالص من شكله. فهو لو مضايق حد او كده ممكن يلف البتاع بتاع المضرب ده كمان مره، يعني عشان تبقى ورده ايه، ورده كامله، يعني بدل ما تبقى نص ورده صغيره كده تبقى ورده كامله. تمام يا حبايب قلبي، لان انا ما خدتش بالي غير لما خلصت يعني. وسويته كمان. فهو لو الشكل مضايق حد يبقى يعملوا ايه؟ يعني يعملوا اتنين، يعني يلف المضرب كمان مره كده، تمام، بحيث الورده تبقى 4 بدل ما تبقى 2. تمام كده. هو عندي دلوقتي بقى، بصوا عملت شويه بالشوكه كده. وزي ما قلت لكم بالمعلقه، واللي يعجبك اعملي، يعني الشكل اللي يعجبك اعمليه. تمام كده. طبعا الفطاير دي بتاعتنا دي يعني هتبقى من جوه كده طريه وحلوه قوي، هتحبي تاكليها مع كوبايه الشاي الصبح. تاخديها الشغل وانت رايحه مع اصحابك. اي حاجه. طبعا انا كان عندي بصوا اللي هو المالتزر ده. عملته زي ما يكون شكل الكوكيز كده، يعني شكل كوكيز كده. ايه لو مش عندك عادي ما تعمليش عادي براحتك خالص، اعملي بالشوكه او بالمعلقه. او اي حاجه اللي يريحك انت. طبعا الجو احنا في الشتاء اللي احنا قاعدين في ده، كل شويه العيال يقولوا لك ايه احنا عايزين حاجه مسكره، احنا عايزين مش عارفه ايه. انت بقى نفسك في اللانش بوكس بقى تحطها الايه للعيال كده، وتريحي نفسك شويه مع بعض كده الصبح. وخلاص مع كوبايه مع بتاع علبه العصير او اي حاجه انت عطيها لهم، وتمام كده. تمام. انا خدتهم بقى دلوقتي حطيتهم في الفرن وسويتهم على نار متوسطه، وزي ما انتم شايفين كده ما شاء الله طالعين شكلهم عامل ازاي. شكلهم حلو جدا 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 جدا. شكلهم بجد جميل وموفره جدا، من كوبايتين دي عملنا كل ده. لو عجبكم الفيديو بقى يا ريت ما تنسوش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.